في مدينة نيكولاي الروسية في عام 1995، ومعانا تشاك وهو مسؤول عن كشف الأخطاء وحلها في شركة فيديكس الدولية، معروف عنها إنها شركة توصيل. وبيظهر هنا تشاك في المخزن ويكون بيزعل العمال بسبب التأخيرات، بعدها بيتصل بمراته بيقول لها أنا جاي البيت النهاردة. وهنا نشوف صاحبه ستون، وهنا نعرف إن مراته مريضة بالسرطان، وقال له أنا هديك رقم دكتور كويس يقدر يعالج مراتك. ويروح لمراته الشغل وياخدها من هناك ويرجعوا البيت مع بعض. تتجمع العيلة على الكريسماس، وفي نفس الوقت يجي اتصال لتشاك على رحلة طارئة للتوصيل لدولة تانية. وقبل ما يتحرك مراته بتقعد معاه تقوله انت اهم شيء تكون معايا في السنة الجديدة، وتوصله للمطار وتديله ساعة هدية فيها صورتها. وهنا تشاك فرح قوي بالهدية وكان مبسوط بيها جدا. مهم خد الهدية وراح اديها علبة مغلفة وقال لها لما تروح البيت افتحيها او على السنة الجديدة. وبعدها نزل من العربية وركب الطيارة وكانت فوق المحيط الهادي. ولكن بعد شوية بيعرف ان الطيارة بتتعرض لمطبات هوائية جامدة جدا، وتشاك راح الحمام وفجأة الطيارة بتتعرض لضربة جامدة جدا، محرك الطيارة انفجر بسبب المطبات الهوائية الجامدة. وهنا مساعد الطيار بيحاول يدي تشاك جهاز التنفس الصناعي. وقت وقوع الطيارة الساعة بتقع من ايده اللي فيها صورة مراته، وبيروح عشان يجيبها. وقبل ما يلبس سترة النجاة بيجي مساعد الطيار يتدحرج قدامه لحد ما اتخبط في دماغه، وبيشوف من ازاز الطياره ان الطياره خلاص هتنزل في الميه، وتنزل الطياره تتدمر في الميه وكل واحد من الركاب بيروح في مكان. ويظهر تشاك في وسط الميه على قارب هوائي في وسط العاصفه اللي كانت سبب في وقوع الطياره. يتحرك بالمركب لحد ما يخبط في صخره كبيره جدا، وبعدها بيلاقي نفسه انه وصل لجزيره مهجوره في نص البحر. ويقعد لتاني يوم الصبح ويروح عشان يشوف الجهاز الارسال بيلاقيه خربان هو والساعة بتاعت مراته كمان. وبعدها بيلاقي طاردين من اللي كانوا موجودين في الطيارة قبل ما تتدمر، وبيجيبهم وبيروح يتمشى في الجزيرة عشان يدور على أي شخص، وبيكتب كلمة هيلب عشان أي حد يشوفه ويساعده. ويجي الليل عليه ويسمع أصوات غريبة، وبعدها بيمسك خشبة عشان يدافع بيها عن نفسه. وبيفضل على الحال دوت كتير لحد ما يجيله النوم وينام. وبعدها تاني يوم الصبح بيروح يبص على الكلمة لقى المية مسحت نصها، وبيجيب خشب عشان يكتب الكلمة هي. وبيروح عشان يلم الطرود بيقع عليه جوز هند وبيكسرها وبيفتحها ويشرب ميه اللي فيها، وبيتمشى شويه في الجزيره وبيلبس قماش في رجله عشان ما تتجرحش، وبيطلع على جبل عالي وبيشوف جثه الطيار اللي كان معاه، وبيروح يجيبه وبيدفنه وبياخد منه الجزمه بتاعته وكمان الكشاف عشان يستخدمه. وتشاك بيبتدي ياخد على الجزيره، وهنا بيجمع ميه المطر عشان يشربها وكمان السمك عشان ياكله. في نص الليل بيشوف سفينه من بعيد وبيفتح الكشاف وبيقشر بايده عشان يشوفوه، ولكن بعدها بياخد المركب ويمشي من ناحيته. ولكن بتيجي موجة عالية جدا بتقلبه وبتنزله في المية وبيتخرم القارب بتاعه، وبيرجع تاني للجزيرة وبيكون فيها عاصفة جامدة جدا، وبيلاقي كهف وهو ماشي وبيدخل فيه. بيشوف فحرة فيها مية وبينزل عليها ويفضل يشرب منها، ومن كتر التعب بينام وبينسى الكشاف شغال. لما بيقوم الصبح بيلاقي الكشاف في ايده شحن، وبيطلع على الشط عشان يجمع الطرود اللي لقاها عشان يشوف اي حاجة يستفاد منها. اول طرد بيفتحه بيلاقي شريط فيديو، تاني حاجة كورة، تالت حاجة حذاء جليد، والرابعة بيسيبها مش بيفتحها. بيبدأ يستخدم الحاجات اللي لقاها وياخد الرباط بتاع الكاوتش بيربطه على الجرح اللي على رجله، وبيستخدم السكينة اللي في الكاوتش عشان يفتح جوز الهند، وبيجي يصطاد سمك ومش بيعرف. وبيجي يوم كامل عشان يشعل النار ولكن مش بيعرف وايده بتتعور. بيعصب جدا وبيمسك الكورة يخبطها في الشجرة، وبيروح عشان يغسل ايده في المية وبيربطها. ولما بيهدى بيشوف الكورة والدم اللي عليها على شكل وجه، رسم عليها عين وبق ومناخير، وفضل يتكلم معاه طول ما هو قاعد عشان ما يتجننش. وبيقول له انا هولع نار، وفعلا بيولع وهو فرحان جدا ان هو ولع نار، وبيفضل يزود عشان ما تطفيش. وبيكون مبسوط جدا ان هو ولع نار وبيقعد يشوي عليها وبياكل. وبيتكلم كمان الكوره ويسميها ويلسون، بيحس بوجع بسنانه ولكن بيكمل عادي. وبيقول لويلسون ان الطياره كانت مسافره لاتجاه معين، وبسبب الجو الصعب انحرفت عن مسارها، ومحدش لحق يبلغ برج المراقبة عن اللي حصل، وممكن محدش يعرف ان احنا هنا ولا حد يشوف. بيزيد وجع سنان جاك لدرجة انه مش بيعرف ياكل، وبيجي يكلم ويلسون بيقول له انت لو كنت دكتور سنان كنت ساعدتني. بيحاول يشيل السنة
السكينه بتاعت الكاوتش، ولما بيشيلها بيغمى عليه من الوجع. ويمر الوقت وبعد حوالي 4 سنين نشوف تشاك شكله اتغير وبقى محترف في صيد السمك. حياته بتتعود على الجزيره وبيشوف لوح فايبر وبياخده، وفضل قاعد مع نفسه وبيفكر ان هو ممكن يستخدمها مركب صغير. وكان بياخد رأي ويلز يبتدي يقطع في الشجر بالسكينة بتاعت الكاوتش عشان يعمل المركب بتاعه. فضل يعرف الشهور اللي فيها أمواج وعواصف شديدة عشان يختار أحسن وقت يتحرك فيه. وبيروح الكهف هو وويلسون وبيقول له مفيش قدامنا خيار تاني غير إن احنا نعمل السفينة. بيقول له إن هو مش عاوز يموت على جزيرة، وبيتكلم مع كورة وبيمسك ويلسون وبيرميه بره الكهف. ويمر وقت وما يقدرش يقعد من غيره، ويطلع ينده ويدور عليه لحد ما يلاقاه وبيعتذر له. بيقول له أنا مش عاملك كده تاني. وتاني يوم بيجهز المركب بتاعه وبيكون معاه اخر طرد محتفظ بيه، ان هو يكون امله ان يرجع بيه البيت، وممكن يوم من الايام يروح يوديه لصاحبه. يستعد للرحله، ولكن بيكتب على الصخره انه غادر الجزيره بعد 1500 يوم، وان هو بيحب مراته كيلي. يقدف ويبحر مع صديقه ويلز لحد ما تيجي موجه عاليه، وتشاكي بينزل الفايبر بيستخدمه كشراع عشان الهواء يدفعه ويعدي الموجه الكبيره. وفعلا بيعدي وبيكمل ابحار. بيلاقي الجزيره اختفت قدامه، وبيكون معاه جوز هند مخبيه وبيطلعه يعبيه ميه المطر ويشرب منه. بيقضي ايام في البحر وبيشوف حيتان بتعدي من جنبه، وبينزل عشان يجيب اكله من البحر. بتيجي عاصفه شديده بتخلع الفايبر اللي هو باب الكابينه. بتهدى العاصفه، ولما بيقوم ما بيلاقيش صاحبه ويلسون، بينده عليه لحد ما يشوفه بعيد عنه، وبينزل عشان يجيبه، ولكن بيخاف وبيرجع تاني عشان المركب لو بعد مش هيعرف يرجع له. بيودعه وبيتأسف له وبيفضل نايم وبيعيط عليه. وهو نايم بتعدي من جنبه سفينة كبيرة، وبعدها بنروح لكيلي اللي بيجيلها اتصال وبتعرف منه ان جوزها تشاك لسه عايش وبيغمى عليها. وبعد 4 أسابيع نشوف تشاك رجع على شكله الحقيقي، ويكون جنبه صاحبه ستون يقول له ان كيلي افتكرتك ميت واحنا عملنا لك جنازة وكمان قبر، وهي اضطرت ان هي تتجوز. تشاكي قال لستون انا حزين على زوجتك انها ماتت بالسرطان. ولما نزل من الطياره تفاجأ بان شركته عامله له احتفال كبير بمناسبه رجوعه. ويشوف واحد قدامه بيقول له انا زوج كيلي، وهي بتعتذر انها ما جاتش عشان تشوفه. ويروح يبص من الشباك بيلاقي ان مراته بتفضل تعيط وتبكي ومعصبه جامد، وبتركب العربيه مع زوجها الجديد وبتمشي. واصحابه عملوا حفله بمناسبه رجوعه. بعد ما الحفله بتخلص اصحابه بيمشوا، ويجي تشاك يفضل يبص على كميه الاكل اللي قدامه ولاعه بتولع بسرعه وبسهوله. وبيجي الليل يفضل يبص على صوره مراته اللي في الساعه. وبعدها بيقرر انه يأجر تاكسي ويروح عند بيت زوجته في وسط المطر. وبيجي يقف قدام الباب وبيتردد ان هو يخبط او لا، وقبل ما يفتح الجرس بتيجي تفتح الباب. وقالت له انا كنت عارفه انك هتيجي، وبتدخله البيت وبتخليه يشوف صور بناتها. عرف انها اتجوزت وخلفت، وهنا بيقول لها انا رجعت عشان اديكي الساعه بتاعتك. وبتاخده للجراج وتكون محتفظه بالعربيه بتاعته القديمه. بتقول له خد مفاتيح العربيه بتاعتك واطلع بيها. خد المفاتيح بتاع العربيه وطلع بيها، وفضلت تجري وراه وتنده عليه. ويركبها على العربيه عشان المطر شديد. قال لها انت لازم ترجعي البيت. وراح لصاحبه ستون وفضل يكلمه عن اللي كان بيحصل معاه في الجزيره. وقال له ان في مره كان عاوز ينتحر ولف الحبل على رقبته في جذع الشجره، ولكن جذع الشجره بيتكسر، ووقتها عرف انه لازم يعيش. قرر انه يجيب اخر طرد معاه عشان يوصله لصاحبه، ولكن لما راح ملقاش حد هناك. كتب رساله ان الطرد دوت هو اللي كان بيديله الامل وان هو اللي خلاه يعيش. وبيسيب الطرد ويروح يقف على تقاطع شارع، ويشوف واحده بتقول له انت شكلك تايه، وبتنزل تتكلم معاه شويه وبعدها بتسيبه وتمشي. وبيشوف على ظهر العربيه نفس العلامه اللي كانت موجوده على عنوان الطرد. بيعرف ان هي صاحبه الطرد. وانا كان عندي فضول اعرف ايه اللي فيه، لكن ما تنساش تصلي على النبي، ومع السلامه.